سلام بنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في صحه جيده واموركم مزيان. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. فكيف شفتوا معايا اليوم الحلوه ديال الهلال المعروفه، كتجي روعه في المذاق وتجي رطبه وتجي هشيشه. فغادي نحتاج لها تقريبا واحد الرابعه ديال الكاوكاو تيكون في السخون مطحون وتيكون هكايا مقلي. هنا واحد الرابعه ديال الزبده مارغرين، واحد ساشيه ديال الخماره، ونصف كأس ديال السكر الثقيل، وعندي واحد الربعة ديال القطع ديال الجبن او ربعة ديال الفرماجات. غادي ناخد اول حاجه دائما الجبن وهداك السكر كلاصي، وغادي ندير معاه هداك الزبده المارغرين تكون بحراره ديال المطبخ باش هكا تكون تسهل عليكم باش انها يذوبوا هاد العناصر. فغادي نخلط هاد العناصر جيدا بوحديتهم، عاد غادي نضيف لهم دائما النواشف. فهاد فهاد هاد المكونات هذه ما غاديش تحتاج البيض. انا تندير هاد الحلوى هذه ديال الهلال، الصراحه راه تجي رائعه بداك المذاق ديال الكاوكاو. صافي دائما ديروا واحد ساشي ديال الفاني الا كانت متوفره عندكم. صافي هنايا غادي ندير هذاك الزيت اللي قليت فيه الكاوكاو وتعطي واحد النسمه رائعه. ما خديت الكاوكاو قليته وطحنته. صافي هنايا داك الزيت اللي فين قليت داك الكاوكاو تقريبا الكاس ديال الزيت غادي نضيفو ليهم. غادي نضيف كاس ونصف، غادي نضيف كاس ونصف. المهم داك الكاس ديال الزيت ديال الكاوكاو فين قليته والنصف الاخر. فانا غادي نبدا بداك الكاس هو الاول حتى نخلط هاد المكونات مزيان. غادي نخلطهم مع البعض ديالهم، عاد غادي نضيف هداك الكاوكاو ونضيف تقريبا داك الزيت حتى هو كذلك. فخليكم دائما مع لا فيديو من الاول حتى الاخر، راه الفيديو ديجا شارح راسو. هنا راه دائما الزبده حاولوا انكم تخدموها مزيان باش ميبقاش دوك الطريفات ديال الزبده يبقاو لكم هكا في الحلوه. صافي هنا غادي نخلطهم هكايا مزيان كيف قلت لكم حتى انهم ينسجموا لي العناصر جيدا. صافي ونضيف داك الكاوكاو ونضيف دائما دقيق على حسب الخليط، ما نقصحوش ما نخليهاش هكايا تجي يعني تجي سايحه ولا تجي هكا راه كتهبط مع فيها الزبده. تدخلوها للفران تتهبط. صافي هنا راه خلطت الخليط يعني جيدا حتى كنحصل على واحد البوماد. داك الخليط كيولي لي على شكل بوماد. صافي كنضيف داك الرابعه ديال الكاوكاو اللي هكايا مفسخ ومطحون ومقلي، راه كتيجي واحد اللون فيه رائع وتعطي واحد اللون زوين لهذيك الحلوه ديال الهلال، وفي نفس الوقت كيعطيها واحد الطعم واحد المذاق اللي رائع. الكاوكاو تعطيه واحد الاضافه زوينه. صافي هنايا غادي نكمل هاد هكا. غادي نضيف ديك الساشي ديال الخماره وغادي نضيف دائما الدقيق. صافي هادي هي هادو هما الطريقه ديال هاد الهلال. هاد الوصفه صراحه راه زوينه ورائعه وما فيهاش مكونات بزاف، ما فيهاش البيض يعني ما غاديش تحتاجوا فيها البيض. صافي غادي نضيف الدقيق وغادي نبدا نشكل في داك الهلال. غادي نشكلو التشكيل ديالو يعني راه واضح وباين، راه ساهل التشكيل ديالو. كتاخدي واحد الحربول كديريه صغير صافي وكتبداي تشكلي الهلال. صافي هنا راه بدات كتاخد ليا الدقيق يعني ما كيف قلت لكم عينكم ميزانكم في الدقيق ديالها. وصافي وغادي نبدا نحطو في دوك الصفيحات ديال الفرن، ويكون الفران عندي دائما مسخنه على 180 درجه. الا كان عندكم الفران ديال الضو كنديرو على 180 درجه. من بعد فاش كندخلها الفرن صافي تنخليه داك 150 وتنشعل هي الفوق ما تنشعلش لتحت حتى كتبدا تحمر ليا من التحت. عاد كنشعل عليها الفوق، ما تنشعلهمش عليهم بجوج في دقه. صافي هذه الطريقه ديال التحضير ديالها باش ما تشققش معكم. شعلوه لتحت ويكون الفران منقوس مزيان، يكون تقريبا في 150 درجه. صافي هذا ما كان. فغادي نخليكم مع لا فيديو ان شاء الله، لا فيديو اللي جاي. وكيف واحد النصيحه اخرى،
مازال ملي تخرجوها من الفرن ما نديروهاش في السكر كلاصي ديك الساعه، يعني خليوها واحد شويه حتى يبرد. الا درتوها هي سخونه في السكر كلاصي فهي راه كتميه وكتطلق واحد الماء، فخليوها ترتاح واحد شويه، يعني غير تكون دافيه ما تكونش سخونه وما تكونش بارده، هي دفا واحد شويه صافي كتبداو تفندوها في سكر كلاصي يكون سبيسيال. صافي هنا راه كانت عندي واحد لا كوموند، هنا راه دوزت هاد الحلوه ديال الهلال ودوزت هذا الحلوه ديال المعلكه، وايضا الفقاس حتى هو غادي نشاركه معكم واحد يعني واحد الوصفه كتجي روعه. صافي هنا راه شفتوا السوبيرات، راه درتهم في هاد السوبيره، جبت هاد السوبيرات قاديتهم ليها ديريكت في السوبيرات. هنايا الفقاس شفتوا معايا الفقاس راه حتى هو غادي نشاركه معكم ان شاء الله. كان عندي 3 ديال لي كوموند دوزتهم، تعرفوا العيد كيكون هكايا الحلاوي مطلوبين. صافي الفقاس غادي نشاركو معكم واحد الوصفه اللي كتجي حتى هو رائعه وما كيتشققش ليكم وكيجي مذهب وكيجي اللون محمر وتيجي مقرمش. فغادي نخليكم ان شاء الله على فيديو اللي جاي، ففي امان الله ان شاء الله الفيديوهات القادمه.